اول ما بيشوف اخوه اللي بقاله 10 سنين سايبهم بيجروا بيته على ابوه وبيقول له ابنك اللي انت مستنيه طول عمرك رجع. بيشاور عليه وبيتصدم وبيكون مش مصدق، والناس كلها بتكون بتحسبه مات عشان من ساعه ما ساب القريه ما بيظهرش، ومن ساعتها محدش يعرف عنه حاجه. الناس كلها بتكون متجمعة حواليه، وابوه بيجي بيقول له ابني. واول ما بيسمع صوت ابوه بيبص عليه ويلاقي رجله مقطوعه، وتكون العصابه المفتريه هي اللي قطعت رجله، ويروح عشان يحضنه بس بيقع على الارض. وابنه بيكون مصدوم ان رجل ابوه مقطوعه، وبيقوم ابوه من على الارض وبيقول له انت كنت فين يا ابني ده كله، وبيحضنه وبيقول له بعد ما مشيت العصابه شدوني في الشارع من رجلي وقطعوا لي رجلي، وبيحكي له على اللي حصل. وبيقول له الحكومه جت وضربته، بس هو بيحكي له على اللي حصل. العصابه اللي قطعت رجل ابوه جت وبيقولوا في ايه اللي بيحصل، والناس كلها بتوسع له الطريق. واول ما بيلفوا بيشوفوا وشه، ورجالته كلها بتخاف منه وبتطلع تجري عشان عارفين انه قلبه ميت. وابوهم بيقول لهم ابني هياخد لي حقي، تعالوا يا جبنة. وبيبص على ابوه وبيجري وراهم وبيهربوا. الجزء التاني نزل على الصفحه، خشوا شوفوا.